هذه هي الرسالة التي أمسكناها وعليها خاتم الخليفة. سأقرأها عليك يا أبا الحسن، وانظر لنكفه بما وعدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من الخليفة عثمان بن عفان إلى الوالي عبد الله بن أبي سرح: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن وصلك كتابي هذا فلا يغمضن لك جفن قبل أن تقتل محمد بن أبي بكر والغافقي بن حرب ومن معهم من رؤوس العصيان، ولا تأخذنك بهم رأفة. والسلام. وقد أمسكنا بحامل الرسالة، واعترف أن عثمان قد أرسله. وانظر أمامك، فخاتمه على الرسالة. واحكم بنفسك، هل يجوز هذا؟ هذا أمر دبر بليل، فالرسالة كما تقولون قد وصلت لأهل مصر، فلماذا رجع أهل الكوفة والبصرة؟ هل وصلتهم هم أيضا رسالة؟ ومع ذلك سأرى أمير المؤمنين، ثم حتى لا تقولوا إننا نتسرع في الحكم. سيجد لنفسه مخرجا. احفظ لسانك أيها الرجل، واعرف عمن تتكلم. يبدو أنك غير مرتاح لما قاله علي بن أبي طالب. إن من تسميه الوصي لا يرى ما تراه، إنه يميل لابن عفان. لم أتوقع منه غير ذلك. فعلى ما تدعو الناس أن ينادوا به خليفة لعثمان؟ لأن المسلمين لم ينتصروا بكره أعدائهم من أهلنا فقط، بل بحب محمد. وحتى نقيض ما بدأوه يجب أن نبدأ من حيث ابتدأوا، أي كما جعلناهم يختلفون على كره عثمان يجب أن نجعلهم يختلفون على حب علي. ما زلت لا أفهم. ولا أظنك ستفهم يوما. ولا تأخذنك بهم رأفة. والسلام. ولكن ما هذا؟ أنا كاتب أمير المؤمنين وصاحب خاتمه، ولا تخرج رسالة إلا من تحت يدي، وهذا ليس خطي. أنت تعرف يا أمير المؤمنين خطي، أهذا خطي؟ إنها مكيدة. أين حامل الرسالة إن كانوا صادقين؟ كنت أعرف أنها لن تنتهي عند هذا الحد. لقد بيتوا العصيان وطفقوا يختلقون الأكاذيب. هذا ليس أول كتاب يزورونه. قد زوروا قبله كتابا على لساني وكتابا على لسان طلحة. لم يبتدع في أمة محمد من هذه الأمور قبلهم شيء، إنما جرأتهم على أمير المؤمنين من حلمه فيهم. لقد بلغ السيل الزبا، لا بل لقد طمى الخطب واشتد، ولا أظنهم يتراجعون عن غيهم. ما رأيك يا أبا الحسن؟ مذ جئت من عندهم وأنت ساكت، ألا تقول شيئا؟ إنه أمر دبر في المدينة قبل أن يخرجوا، وما أرى إلا أن الأمر فوق ما نتصور من الخطورة. الأمر لا يقف عند رسالة مزورة. إن كان أهل مصر كشفوا الرسالة، فما الذي عاد بأهل الكوفة والبصرة؟ وبينهم وبين أهل مصر 10 أيام على الأقل، إلا إن كان هناك من يعمل في السر. ففي شليل إذن لم تجد من يجز رقابها. وما يفزع أنهم ساقوا خلفهم الكثير من المخدوعين والوسطاء الذين حملوا الإسلام في قلوبهم ولم تدركه عقولهم. ليس لهم إلا السيف إذن. الحسين على حق. أجل ليس لهم إلا السيف. أجل ليس لهم إلا السيف. أتريدونني أن أرفع السيف في وجه من يقول لا إله إلا الله؟ أي خليفة لرسول الله أنا؟ أي خليفة لأبي بكر الصديق أنا؟
أي خليفة لعمر بن الخطاب أنا؟ أتقول هذا بعدما ظهر لك خداعهم وجرأتهم عليك وعلى مدينة رسول الله؟ بيني وبينهم كتاب الله وسنة رسوله، إن رضوا به رضوا، وإلا فوالله لن أريق دم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن يا أمير المؤمنين، هؤلاء غوغاء، فإن لم نردعهم الآن فلن يستقيموا أبدا. الأمر بيني وبينهم، وأنا أعرف كيف أحملهم على الحق. إن هي إلا واحدة من اثنتين: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. فليأتوني أقسم لهم على كتاب الله إني لم أكتب هذه الرسالة ولا علم لي بها. أما أن ترفعوا عليهم السيف ويستحلوا حرمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمة خلافته، والله لن يكون هذا الأمر وأنا حي. ألا فليعلم الشاهد الغائب: من قتلهم دون إذن مني فأنا منه براء. ألا ولا آذن لكم بقتلهم إلا دفاعا عن أنفسكم. وصلت بهم حد الامتناع عن الصلاة خلف أمير المؤمنين. هذه والله سابقة. يبدو أن الأمور تسير إلى نحو أسوأ. لم يمتنعوا عن الصلاة خلفه إلا إن كانوا قد أفتوا لأنفسهم فتوى. مجانينهم؟ من الذي يقدر على الفتوى وأصحاب جدي في المدينة؟ لا يبدو أنهم يكترثون لذلك، وهذه والله أم المصائب. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم عليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. لماذا أقسم أن لا نعترضهم وهم يضربون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، ويفتون كيف شاءوا ويفسرون القرآن برأيهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لا أدري يا ابن زهير، لا أدري. قلبي ليس مطمئنا لما يحدث. لما يحدث منا أم منهم؟ لا أدري. أصابك العمى والله. أبعد أن أبصرت الطريق صرت تضرب أخماسا في أستاس. لربما كان طريقا خاطئا والتبس علينا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ أم إنك كالرعاة تحسب أن الله سيجازيك ويكافيك ويثيبك ويزكيك على غير عملك؟ لا أدري يا حرقوس، لا أدري. ما وراءكما؟ عاد علي بن أبي طالب برد عثمان بن عفان. أقسم يا ابن الزبير إن الكتب التي يزعمون وصولها إليهم ممهورة بختم أمير المؤمنين غير صحيحة. أنت تعرف خطي وطريقتي في كتابة الرسائل، ثم إن أمير المؤمنين لم ينكث بعهد قط. هذا الكلام تقوله لأناس يسعون للحق، لكنهم يريدون الفتنة ويأبون سواها. نحن جميعا نعرف أنهم كذابون، وهم في قرارة أنفسهم يدركون ذلك، لكنهم استتبعوا وراءهم كثيرا من الناس الأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا أن عقولهم صغيرة. ليس أمامنا إذن إلا أن نقبض على رؤوس الفتنة كي نحفظ دماء هؤلاء الأبرياء ونردهم إلى الحق. أخشى أننا لن نستطيع ذلك حتى يسقط هؤلاء الأبرياء أمامهم. قد سمموا عقولهم. ثم إن أكثر زعماء العصيان من قبائلهم حتى لو علموا أنهم على خطأ لن يتخلوا عنهم. أنا أرى أن لا حل لهم إلا السيف. وحلك هذا لم يقبل به أمير المؤمنين، بل رفضه رفضا قاطعا.
فكل ما يسعى إليه هو ألا تقع فتنة عظيمة يستحل فيها المسلم دم أخيه المسلم بغير حق. قد عرض بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمير المؤمنين الخروج إلى الشام لبعض الوقت حتى تمر نذر الفتنة، ولكنه أبى مفارقة المدينة. سأمر بالحسن والحسين ونذهب عند أمير المؤمنين فقد أرسل في طلبنا. ألن ترافقني؟ نلتقي عند أمير المؤمنين. تفضل. تفضل. أبو الحسن على حق، ما كان لنا أن نرده خائبا، فهو والله أكرم من أن يرد خائبا كما فعلتم. اسمعوني يا قوم، لا أحد يخالف الأشطر فيما قال عن مكانة علي بن أبي طالب، لكن خلافنا ليس معه وإنما مع عثمان الذي لا نرضى منه إلا اعتزال الخلافة. أجل، فليعتزلها ويذهب. تعرفون جميعا أننا قابلنا وساطة أبي الحسن في المرة الأولى، ووفى هو بعهده ولم يفي عثمان. لكنكم سمعتم أبا الحسن حين قال إن عثمان مستعد أن يقسم على كتاب الله إنه بريء من هذه التهمة. لم نخرج إليه لنعود بقسم منه، جئنا مطالبين بحق لنا ولن نعود أدراجنا دون ذلك. يا قوم، إن كان الكتاب قد كتب دون علمه ووضع عليه الخاتم دون أن يدري، فتلك والله مصيبة أعظم. حسمتم أمركم ولا ترتضون منه قسما؟ وماذا يفيدنا قسمه وهو متهم عندنا وإن كان بريئا؟ إن كانت هذه غلطته الأولى فلن نقف عندها، ولكن قلبه امتلأ علينا كما امتلأت قلوبنا عليه. إنما جاء بنا في المرة الأولى وهذه أيضا هو ما ينتهجه ابن عفان في سياسة الرعية وتوزيع الأعطيات وتنصيب الولاة من أقاربه ليجوروا علينا، ونحن لم نطالبه إلا بالحق وقد غدر بنا. أفتريدنا يا أشتر بعد أن رأينا الحق بأم أعيننا أن نقبل منه وعودا أخرى ونصدقها؟ لا والله لا يكون ذلك. نحن أمام حلين، إما يستبدل بنا قوما آخرين يتولى عليهم الخلافة ولا سبيل إلى ذلك، وإما أن نستبدل به خليفة آخر يتولى علينا خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فإن لم ترتضوا عثمان خليفة فمن تبايعون خليفة بعده؟ ليس لها إلا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فهو الذي تربى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الحصن الحصين للإسلام في مهده. أجل. ليس لها إلا أبو الحسن. هذا صحيح. ليس لها إلا أبو الحسن. والله إنها لسابقة أن يعزل أهل الأمصار خليفة لهم. أخشى أن الأمر ليس بيدنا بل بمشورة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم. السلام عليكم. السلام عليكم يا مروان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم تعلموا أن أمير المؤمنين منع حمل السلاح في المدينة؟ بلى والله نعلم. فما بالكم تحملون سيوفكم؟ ألا يحق لنا أن نحملها وحال المدينة كما ترى؟ ولا ندري ما ينويه هؤلاء السفهاء. إنما يريد أمير المؤمنين أن يمنعنا من حمل السلاح رأفة بنا، فلا يريد لأيادي المسلمين أن تتلطخ بالدم. فما بالكم وأنتم زينة شباب المسلمين، أنتم الذين تربيتم في حجر محمد صلى الله عليه وسلم. والله خير عنده أن يحزوا رقبته من الوريد إلى الوريد من أن يجرحوا واحدا منكم وهو حي. وما نفع أرواحنا إن بخلنا بها على أمير المؤمنين؟ ولكن طاعة أمير المؤمنين فرض علينا. صدقت يا ابن الحكم، ولن نأتي شيئا لا يرتضيه أمير المؤمنين، فتوكل على الله. تفضلوا
فأمير المؤمنين بانتظاركم. تفضل. تأخرت بالقدوم علي يا ابن جبلة. ما منعني من القدوم إليك والاختلاء بك إلا أمور تشغلني وتشغلك يا ابن سبأ. أخشى أن ما خططنا له لا يسير كما أردنا، فنحن نجد مشقة في دفع الأمور إلى النهاية التي رسمناها. قرعينا يا ابن جبلة، فما خرجت لأصيب فشل. ويمكرون ويمكر الله بهم، والله خير الماكرين. انظر يا ابن سبأ حال ابن أبي بكر، أخشى أن يؤثر في أهل مصر فيلين موقفهم، وخاصة بعدما سمعوه من علي بن أبي طالب. اطمئن يا حكيم، لن يرضى ابن عديس أن يأخذ ابن أبي بكر زمام الأمر. سيكون كل شيء كما نحب ونرضى. إما أن يعتزل الخلافة أو يقتلوه، فكلتهم أمهاتهم من فراش نار. إنهم يرتقون مرقى الفتنة يا طلحة. نخشى إن بقينا صامتين إزاء ما يفعلون أن يزدادوا في غيهم. يجب أن لا نسكت عنهم حتى هذه الساعة. إن حلمنا يقودهم إلى الطمع والجرأة. والله لولا علمنا أن أمير المؤمنين على حق وهم على باطل، وعلمنا ما شهد به له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وليناه هذا الأمر. أم تراهم أشد حرصا منا على دين الله؟ ماذا تقول يا ابن عمر؟ أراك ساكتا. إذا خلعها أمير المؤمنين فهل هو مخلد في هذه الدنيا؟ لا. فإن لم يخلعها فهل يزيدون على أن يقتلوه؟ لا. وهل يملكون له جنة أو نارا؟ لا. أمير المؤمنين لا يرى أن يخلع قميصا كساه الله إياه حتى لا تصير سنة. كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه. يبدو أنهم سيقيمون إقامة طويلة الأمد يا زينب. رأيتهم يتسوقون في المدينة وكأنهم أحد أهلها. وماذا يريدون إن كان أمير المؤمنين قد لبى مطالبهم؟ لا أدري يا زينب، لا أدري، لكن الأمور لا تسير إلى خير. علي، قم يا بني وانظر من بالباب. أمرك يا أبي. أهلا بحفيد جعفر الطيار وعلي الكرار. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بالحسين. أهلا بأبي عبد الله. أهلا بك. من أين طريقك؟ من عند عمك أبي الحسن. كيف حال أبي يا حسين؟ إنه مشغول البال يا زينب. حتى أبو الحسن لم يحد في رأيه عما قاله أمير المؤمنين. الرأي ما يراه أمير المؤمنين، وليس علينا إلا السمع والطاعة. ولكن كيف تستقيم أمور المسلمين وقد منعنا من قتالهم؟ إن أمير المؤمنين يخشى على المسلمين الفتنة. إنه لا يريد أن يستبيح هؤلاء العصاة حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إنه يعاملهم كما تعامل الأم ابنها، ولكنهم أجلاف لا يعرفون معنى الحلم. لماذا لا يدعنا نخرج إليهم ونقضي على فتنتهم؟ اسمع يا عمر، واسمع أنت أيضا يا أبا بكر. سمعت ما أبي حين أوصانا بعدم التصرف وفق هوانا. سمعت ما وهو يدعونا أن نسير بأمر خليفة لنا عليه العدل وله علينا السمع والطاعة. أمير المؤمنين أدرى بالحال منا، فهو يعلم أنهم الكثرة الآن، وقتالهم يعني استباحة دماء أهل المدينة. ونحن لا نستطيع الخروج عن طاعة أمير المؤمنين وطاعة أبينا. قد علمتم مرد الرجل،
إنه لا يريد أن يخلع سربالا سربله إياه الله كما يزعم، فانظروا أمركم ما أنتم صانعون. إن لم يخلعه هو بنفسه فسنخلعه نحن منه. كيف؟ لا حل لها إلا أن يموت أو ماذا؟ أو يقتل. أجننت؟ نقتله؟ أجل نقتله. ألم يستحل دماءنا بالباطل حين طالبناه بحقوقنا؟ ألا فقد أحل لنا دمه. وهل تظن أهل المدينة سيرضون؟ من دافع عنه فقد أحل لنا دمه، ويكون الأمر كما قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ولكن كثيرا من أهل المدينة هم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز قتلهم. لقد أقمنا عليه الحجة وهم يعرفون، ولكن بعضهم لا يعرف. لا أرى القتل حلا. إذا ننير لهم السبيل، فنكون بذلك قد أخلينا ذمتنا أمام الله والناس، وحينها من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن يا ابن عودش، كيف؟ يجب أن نضيق عليه وهو يخطب بهم كل يوم ليثيرهم علينا ويلبس الحق بالباطل. يجب أن يجد من يرد عليه بالحق ويفضحه أمامهم. أنا سأتكفل بذلك. ماذا ستفعل؟ أنا أعرف ما سأفعل. أراك هنا، ألن تنام؟ أفكر في أمر. ما هو؟ أريد رجلا من المدينة ممن تثق به. جماعتنا في المدينة كلهم مصدر ثقة. فمن تثق به وبشجاعته؟ ذؤيب. ليس كذؤيب أحد. أريده الآن. الآن؟ ألا ننتظر حتى الصباح؟ لا، خير البر عاجله. على أن أعرف نيتك. على أن تعود بذؤيب. أنشد الله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يوم جيش العسرة: من ينفق اليوم نفقة متقبلة، فجهزت نصف الجيش من مالي وصببت بين يدي رسول الله 10,000 دينار، فجعل الرسول يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. أجل والله صدقت، شهدنا ذلك. وعندما قدمنا المدينة مهاجرين وجدنا أن الماء العذب قليل، وليس بالمدينة ما يستعذب غير بئر روما. أنشد الله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له في الجنة، فاشتريتها من مالي وجعلتها للمسلمين. وعندما ضاق المسجد النبوي بالناس، أنشد الله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يوسع لنا البيت في المسجد ببيت له في الجنة، فابتعته من مالي فوسعت به المسجد. أجل والله صدقت، لقد شهدنا ذلك. فما ينقمون علي وعلى أكتافنا أنا وإخوتي من المهاجرين والأنصار قام هذا الدين، فبأي حق يستحلون قتالي؟ كان ما تقوله صحيحا قبل أن تخون أمانة الله وتبدل العهد.
اتركوهما! يقول لكم أمير المؤمنين اتركوهما! والله لقد عميت قلوبهم وزاغت أبصارهم عن سبل الحق. ألم يسمعوه وهو يقول: أنشد الله من شهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذ بعثني إلى المشركين في مكة فضرب بيده اليمنى يده الأخرى قائلا: هذه يد عثمان فبايع لي. رورقت عيناي بالدموع وغلبت دمعي وأنا أسمع خليفة المسلمين وهو يقول يوم أحد: إذ اهتز الجبل فركله محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: اسكن أحد فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وأنا معه. هؤلاء القوم ينقمون عليه ويرون أنه ليس أهلا للخلافة، وهو من هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لقد آلمني وقوفه أمامهم دافعا التهم عن نفسه، وليتهم فهموا مقالته وما عساهم إلا خاسرين. لن يخسروا يا ابن عوام إلا إذا جردنا سيوفنا في وجوههم وأعدناهم إلى جادة الصواب. هيهات هيهات أن يكون لنا ذلك، فأمير المؤمنين حرم علينا قتالهم، وما أظنه يعدل عن رأيه. بلغوا حد الجرأة على أمير المؤمنين. لقد أثارت أفعالهم غضبا في داخلي، ولكنني جاهدت في كتمانه ونحن في مسجد جدنا صلى الله عليه وسلم. والله ما منعني من التعرض لهم إلا طاعة أمير المؤمنين، ولكنهم نالوا نصيبهم من الضرب وخرجوا من المسجد مطرودين وأيادي المسلمين في رقابهم. أحزنني أن هؤلاء المردة لم يراعوا حرمة بيت لله. أسهم عثمان في توسعته من ماله. لبؤس ما افتأتوا عليك يا عثمان. تراه انتهى أمرهم إلى هذا الحد؟ لنسأل الله ذلك. لقد كادوا يفتكون بنا. لقد قلت لك ألا تصحبني معك، فدفعتني دفعا للذهاب وأدخلتني المسجد، ثم أكملت صنيعك معي بمقاطعتك لعثمان. لولا أنه منع حمل السلاح في المدينة لكنت أنا وإياك الآن في عداد الأموات. المهم أننا خرجنا سالمين. إلى أين يا قيس بن عبادة يا ابن سيد الأنصار؟ إلى أمير المؤمنين عثمان ليسمح لي بالخروج إلى أولئك الأوباش الذين يحاصرون المدينة، فلقد أقسم أنصار الله ورسوله أن يردوهم عن غيهم. بارك الله بك وبالأنصار يا قيس، ولكن أمير المؤمنين سيمنعك من قتالهم كما منعنا من قبل. سأحاول إقناعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قيس بن عبادة على حق، فنحن إن سكتنا عليهم سيتطاولون أكثر من ذلك. يجب أن نوقفهم عند حدهم. يريدون قتل أمير المؤمنين وهو بيننا، يريدون قتله في حرمة المدينة. فلنضع حدا لهم إذن. لقد أشرت عليه أمامكم بإحدى ثلاث: إما أن نخرج لقتالهم ومعنا العدد والقوة وأنت على حق وهم على باطل، وإما أن تخرق الباب الذي هم عليه وترحل إلى مكة، أو تذهب إلى الشام وفيها معاوية ابن أبي سفيان. ولكنه رفض ذلك وقال: والله لن أكون أول من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء. وأما أن أخرج إلى مكة فإنهم إن كانوا قد استحلوا دمي في المدينة المنورة
فما الذي سيمنعهم من سفكه في مكة؟ وأما أن أخرج إلى الشام فلن أفارق دار هجرتي ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ويحك يا ابن جبلة، أيخلصك عثمان بكتاب الله وبكلام رسول الله ولا ترد عليه؟ أوليس من أصحاب رسول الله؟ ويعلم كل آية فيما أنزلت، كيف لا؟ أوليس هو من أصحاب رسول الله؟ وكأنك بدأت تميل إليه أيها الأشتر. أوليس الذي قلته صحيحا؟ كل مرة تناظرونه يسكتكم ويزداد الناس حوله التفافا. أنتم تعطونه الفرصة كي يزور الحقائق على الناس. أجل والله، فما أراكم إلا وقد اختلفت نواياكم. ماذا تقصد يا ابن جبلة؟ احزموا أمركم، قد طال وتشعب. حاصروه، أفهموه أنكم قاتلوه لا محالة إن لم يعتزل. قد بلغ من الصبر جهدنا. يجب أن تمنعوه حتى من الخروج إلى المسجد. يجب أن نمنعه الآن من الخروج إلى المسجد، فما يحدث بدأ يفرق عنا جماعتنا من أهل المدينة. فإن لم يعتزل؟ إن لم يعتزل كان لنا معه شأن آخر. السلام على الأمير معاوية. وعليك السلام ورحمة الله. وصلتني أخبار تفيد أن المتمردين الذين ذهبوا إلى المدينة وشاغبوا على أمير المؤمنين قد عادوا إلى ديارهم. كلهم؟ أجل، فقد عاد أهل مصر ومعهم محمد بن أبي بكر خلفا لعبد الله بن أبي سرح، وعاد أهل البصرة بعد أن وعدهم بعزل سعيد بن العاص وتولية عبد الله بن أبي عامر، وكذلك أهل الكوفة. وهل طلب أهل الكوفة إليه استبدال أبي موسى الأشعري أيضا؟ لا، قد أقره الخليفة على ولايته. وهل سيجدون مثل أبي موسى؟ أنت لا تعرف أهل العراق أيها الضحاك، لا يعجبهم أحد. ألم يطلبوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه الله أن يستبدل لهم سعد بن أبي وقاص، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. سعد أيها الضحاك أول من رمى سهما في سبيل الله، وأول من قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. المهم أن الأمور انتهت على خير. نرجو ذلك يا ابن قيس، ولكنهم أهل غوغاء. ليت أمير المؤمنين قبل نصيحتي وجاء إلى الشام واستقر بها. أمير المؤمنين أدرى بصالح المسلمين وصالحه. لا أدري، ولكنني لست مرتاحا لما يحدث. لست مرتاحا يا ابن قيس. أريد أن تصلني أخبار الخليفة تباعا ودون أبطاء حتى تهدأ الأمور. لا تقلق يا أبا عبد الرحمن. ما هو جديد قومنا؟ وماذا تتوقع من أهل الشام؟ إنهم على خير ما تشتهي. لو كانت كل البلاد مثل أهل الشام لما رأينا فتنة أو غوغاء، ولكن أين منا ليت؟ قد حذرنا أبي أن نخرج على طاعة أمير المؤمنين. قد قيدنا أمير المؤمنين بقسمه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الرحمن. حمدا لله أني وجدتكم جميعا هنا. ما بك يا عبد الرحمن؟ تبدو قلقا. قلق على أخي محمد، فقد خدعه هؤلاء الأوغاد فوقف معهم. كما طلبت إلي أختي عائشة أم المؤمنين أن أعيد محمدا من عند هؤلاء الأوغاد. وإذا؟ أخاف أنه لن يعود خشية أن يعاقبه أمير المؤمنين كما يتصور،
وأنا لا أريد الذهاب إليه قبل أن أخبر أمير المؤمنين بذلك. فلما لم تذهب لإخباره؟ سأفعل، لكنني أرى أن ترافقوني، فأنا أخجل من مفاتحة أمير المؤمنين في أمر كهذا وحدي. أجل، حبا وكرامة. ولما التأخير إذن؟ خير البر عاجله، ولنذهب الآن. على بركة الله. تفضل. بسم الله. اسمعوا وعوا. أريد 5 من رجال الكوفة تحاصرون المسجد، فإن رأيتموه فأخيفوه دون أن تؤذوه. سمعتم؟ أما رجال مصر والبصرة فأريدكم أن تتوزعوا حول داره دون أن تتعرضوا له، إلا إذا جاءكم أمر مني. أفهمتم؟ إلا إذا جاءكم أمر مني. توكلوا على الله. السمع والطاعة. سيروا على بركة الله. وإن أمر رجاله بالقبض عليهم؟ ليته يفعل، ليته يفعل يا غافقي. يا ابن سبأ، يا ابن سبأ، البشرى، البشرى. وأخيرا أرسلوا رجالا تتوعد عثمان ليمنعوه من الذهاب إلى المسجد. وأخيرا تحركوا. وما أخبار ذؤيب؟ ذهب إلى المدينة، وقد اجتمع حوله كثير من أصدقائه وهم غاضبون ممن تسببوا له بالضرب. وجماعتنا في المدينة؟ إنهم يزدادون ويريدون أن يستضيفوك في بيوتهم. بارك الله فيهم. ولكنك تعلم أن عثمان قد طردني من المدينة وحرم علي وصولها، فإن رآني أحدهم وأخبر عثمان فسوف يقيم علي الحد. قالوا فليتسلل ليلا حتى نراه، ولن يشعر أحد بوجوده، ولولا خوف أن يكشف أمرهم لجاءوك بأنفسهم. قريبا قريبا إن شاء الله. أترون ما أرى؟ ومن لم يرى ما ترى. يجب ألا نخرج منذ اليوم إلى المسجد إلا وسيوفنا معنا. وهل رآهم أمير المؤمنين؟ رآهم، لكنه لم يأذن لنا بالتصدي لهم. إنهم يريدون الفتنة ينظرون إليها. هذا أول الغيث فقط. لو كان بيدي من الأمر شيء لقتلتهم تقربا إلى الله. فلنسأل الله أن يلهمنا الصبر ويفرج كربتنا. وقد كلمت أمير المؤمنين في شأنك، وقال لي إنه يعلم أنك ضحية خداعهم، وقد غفر لك مكوثك معهم. أما أنا فلم أغفر له الأمر بالتخلص مني، ثم إنني لن أعود إلى المدينة قبل أن يدفع إلي بكاتب الرسالة، أو أن يعترف بأنه هو من أوعز بكتابتها ويقر بذنبه أمام الناس، ثم يعتزل الأمر. لقد صدقت أراجيفهم كما صدق الكثير من أهل البصرة والكوفة ومصر ومن خرج معهم. يا أخي، ما هي إلا مكيدة يريدون منها أن يسيروا أمور الناس على هواهم. أخي عبد الرحمن، لو لم أر اسمي بعيني هاتين على رسالة تحمل خاتم عثمان لصدقت زعمه، لكن هيهات، ما أنا بالذي يقرع له بالعصا. قد عزمت عليك أختك عائشة أم المؤمنين أن ترجع وتترك هؤلاء السوق في افتتانهم. يكاد ينزل بهم سخط الله على ما اقترفوه بحق أمير المؤمنين وصاحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصهره وصاحب أبيك أبي بكر الصديق رحمه الله. السمع والطاعة لأختي أم المؤمنين عائشة، إلا في هذا قد عزمت أمري. رأيت ما يحدث يا حسن؟ تعني هؤلاء الذين يتوعدون أمير المؤمنين؟ بل هؤلاء السوقة الرعاة الذين يتحينون الفرصة للنيل من أمير المؤمنين. لن يستطيعوا بإذن الله. ما يسعون إليه هو أن يثيروا غضبه أو مخاوفه منهم
فيرد عليهم فيأخذون من رده حجة كي يسفك المسلم دم أخيه المسلم. وإن تركناهم ازدادوا في غيهم وتجبرهم. ما يسعى إليه أمير المؤمنين هو أن يرد الكره بالمحبة والتسامح، ولم يأتيه ذلك من فراغ، إنما من تجربة عمر طويل. أتعرف كم عمر الخليفة؟ العمر الطويل لأمير المؤمنين قد تجاوز 80. قد رآنا ونحن صغار في المهد، كنا أولاد عمومة وتجمعنا مكة، ثم بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا، فاجتمعوا حوله وتركوا آباءهم وأمهاتهم، تركوا مكة. أتعلم ما معنى أن يترك المرء مكة؟ تركوها من أجل دينهم، من أجلنا جميعا. حملوا دين الإسلام في أرواحهم وبأرواحهم كي تهتدي به الناس. وصار من بعده أبو بكر وعمر رحمهم الله، ودخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم كانوا يتعبون لترتاح الناس، وكانوا يسهرون لتنام الناس، وكانوا يموتون لتعيش الناس، فكانت دنياهم طريق سفر. وها هو الإسلام يجوب بقاع الأرض حاملا النور في ثيابه. ولذلك كله يا أخي، لا أظن أن أمير المؤمنين يخاف على نفسه بعد كل ما رأى وجرب، بعد كل ما أنعم الله به عليه وعلى المسلمين. إن 80 لمن رأى راية الإسلام ترتفع وتنتصر أكبر من أن يتوجها بدماء من اتبعوا هذا الدين مهما كانوا. عندها تتحقق آماله بلقاء أخي. إن الموت الذي يخوفونه به قادم لا محالة. عندها تتحقق آماله بلقاء الأحبة الطاهرة اليد من دم المسلمين.